وجينا للحظة المنتظرة واستلمنا العدد اهو، يلا بينا نشوف هنختار مين. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده صلي على النبي واذكر الله واعمل لايك وفولو. انا جاي اقولك النهارده تختار مين من الباكج ده. كده نمسكوا لاعب كده نفصصوه. عندك برناردو سيلفا كريتيف بلاي ميكر بيلعب ار ام وار دبليو سي ام واي ام، وانا شايف ان احسن مكان ليه هو الار ام. المعلم ده قصير وايه والفيزيك عنده مجاش، فده العيب اللي فيه، وبرده سرعته مش اعلى حاجه وهي في المتوسط. انت مثلا ما بصيتش على الفيزيك وشفت باقي طاقاته هتقول ده فنان. تعالى بقى ندخله على المعلم ماركينيوس، 183 سنتي وبيلد اب وبيلعب كمان دي ام اف. طاقته الدفاعية حكاية، وكمان عنده ميزة انه البالانس عنده عالي، 80 بالانس لمدافع جامدة جدا جدا، 79 سرعة متوسطة، فهو كده لازم يكون في ثغرة كده عشان هو لاعب مجاني. بالرغم كل طاقاته الجامدة دي، ولكن انا ده اول لاعب مستبعد. انا معاه كانافارو ومعاه باريسي ومعاه لعيبة كتير جدا في الدفاع، 105 و106، وأي حد مثلا بقاله أكتر من شهرين في اللعبة هتلاقيه معاه دفاع قوي، عشان كده أنا مستبعد. روبرتسون اتاكينج فول باك، 97 سرعة، قد دفاعية حلوة نوعا ما بالنسبة للباك، 90 لوفتد باص، ويعني البالانس أنا حاسه قليل بالنسبة لباك هجومي. لو كان الفيزيك أعلى من كده أو البالانس أعلى من كده أو التكتلة الدفاعية أعلى من كده كنت أقول لك خده وش. بيقولوا إن روبرتسون آخر فترة مش أحسن حاجة، يعني ممكن سامه يكون تحت في معظم الماتشات. ندخلوا على المعلم هندرسون أنكر مان، طاقات دفاعية فوق الممتاز، سرعة كويسة، باصات كويسة جدا، وفيزيكال كنت نوعا ما كويس. يعني هو كباكجينج هو أنا شايفه اكتر واحد متكامل في الباك، ولكن برضه ما يلعبش لوحده في الدي ام اف، لازم يكون واحد جنبه مثلا زي ريكارد زي رودري، لان لوحده مش هيعرف يشيل الليلة لوحده، لازم يكون معاه دي ام اف جنبه. طب انا انصحك تختار مين؟ انا مش مقدرش اقول لك تختار مين، انا قلت لك مميزات وعيوب كل كارت. شوف بقى انت ايه ناقص لك ايه في التشكيله. انا شايف ان احسنهم المعلم هندرسون، ويجي بعده برناردو سيلفا اللي انا هجيبه دلوقتي حالا. نصيحه انك تجيب اللاعب اللي تستمتع بيه احسن ما تجيب احسن لاعب في البلد. لنا في الكومنتات هتجيب مين، واعمل لك فولو وصلي على النبي واذكر الله، واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.